شيرين عبد الوهاب في مفترق خطير بعد تطورات الحالة الصحية لشيرين عبد الوهاب بعد نقلها بسيارة إسعاف لمنزل فنانة مشهورة. كل يوم جديد مليان أخبار مهمة، وعشان توصلك كل أخبارنا قبل الناس كلها اعمل لايك واشتراك وشارك الفيديو. النهاردة بنقدم خبر مهم جدا لعشاق الفنانة شيرين عبد الوهاب وكل اللي بيتابعوا أخبارها، خصوصا بعد الأيام اللي فاتت لما تراجع وضعها الصحي بشكل واضح، وده أدى لنقلها بشكل مفاجئ. قصة النهاردة بتقول إن شيرين اتعرضت في البداية لنزلة برد شديدة، اللي للأسف ما كانتش مجرد برد عادي، لكن تطور الوضع لالتهاب رئوي حاد، وده خلى الأطباء يشتغلوا بسرعة في بروتوكول علاج مكثف عشان يسيطروا على حالتها ويحافظوا عليها. وفي خطوة غير متوقعة، الأخبار بتقول إن شيرين عبد الوهاب اتنقلت من بيتها بسيارة إسعاف، مش للمستشفى، لكن اتنقلت لمنزل فنانة مشهورة، واللي اتقال إنها كانت خطوة عشان توفر لها رعاية صحية ونفسية في نفس الوقت خلال المرحلة دي، خصوصا إنها كانت بتمر بأيام صعبة جدا. واللي زود القصة تشويق إن المكان اللي راحت فيه كان بيت مصممة أزياء مشهورة، وهي ياسمين رضا، هي أخت الفنانة زينة. وده أثار تساؤلات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، هل هي محتاجة دعم نفسي قوي بعد ما كانت في عزلة؟ وليه ما فضلوش تقعد في المستشفى؟ ولا خايفين عليها من ايه موجود في المستشفى او مين ممكن يوصل لها؟ الخبر ده عمل موجة تعاطف واسعة على السوشيال ميديا من جمهورها ومحبيها، لأن الناس مش بس بتتابعها أو بتتابع وضعها الصحي، لكن كمان بتتساءل عن السبب الحقيقي لنقلها لهذا البيت بدل ما تفضل في رعاية طبية في مكان متخصص. خلاصة الكلام اللي احنا قلناه، شيرين عبد الوهاب بتمر بمرحلة صحية معقدة بعد التهاب حاد في الرئة، واللي خلى المقربين ينقلوها لمنزل فنانة كبيرة عشان يتأكدوا إنها مش بس بتتعالج طبيا، لكن كمان بتاخد دعم نفسي. ودي معلومات تهم أي حد بيتابع أخبار النجمة أو بيحب يعرف الحقيقة والأحداث الكبيرة.